مش عاجبني. مش عاجبك ايه؟ من الكلمات اللي بتسمعها كتير، بس بقى في الخناقات وفي الردح في المناطق الشعبية، وبنشوفها في الأفلام كتير كده، اللي هو تلاقي واحدة بتقول لواحد إيه جريان ده العادي. كتير مننا ما فكرش يحاول يعرف يعني إيه ده العادي أصلا. هي بتتقال كده بشكل متكرر من غير ما حد يعرف أصلها. المفاجأة إن الأصل طلع لغة عربية فصحى، إنه يد العادي دي يعني يا ألد أعدائي. وعلى القياس ده بقى في حاجات كتير، يعني في ما يقول لك كده بينه وبينه مصانع الحداد. برضه كلنا بنقولها مصانع الحداد مصانع، يتضح في الاخر ان هي ما صنع الحداد اللي هو السيف. يعني فيما بينهم حروب، يعني هي اصلها لغه عربيه فصحى ومن ايام الحروب اللي بالسيف يعني. فهل ده معناه انه اللهجه العاميه او الكلمات اللي طالعه مشتقه اصلا من اصل لغه عربيه فصحى هي اللي بتاخد مكان اللغه العربيه الفصحى؟ فمن هذا المنطلق اود ان نتحدث اليوم عن اللغه العربيه. اللغة العربية متهيألي تندثر، يعني احنا كلنا حاسين بده ولامسينه. وانت رأيك ايه؟ لان انا الموضوع ده برضو بيزعجني بشكل شخصي. هو يعني حته اللغه العربيه ان هي بتندثر، هي في ناس مش شايفه الموضوع ده، شايفه لا ما احنا كلنا بنتكلم عربي. لا، هو احنا وصلنا ان بنتكلم عاميه، وعاميه بتوصل كل شويه بتسوق وبتقل المفردات اللي عندنا. فبقينا بنتكلم حتى لو حد بيتكلم فصحى، يا اما بتتاخد على نوع من الهزل والتهريج والناس بتتريق عليه. مم. وحتى في جيل قدر يتكلم اللغه العربيه الفصحى وقرب الفصحى، في جيل ما بقاش بيشوف اللغه الفصحى اصلا. مم. ولو لو شفنا اولادنا هم بيقراوا اللغه العربيه، بتكتشف ان هم ما عندهمش الملكه بتاعت اللغه. يعني الكلمه ما فيهاش تشكيل، فهو مش عارف يقراها. مم. مع ان العربي زمان كان بدون اي تعلم كان يوصل ان هو يقرا الفصحى بدون نقاط. ده الماضي يعني حاجة استحدثت بالظبط يعني. استحدثت ليه لما دخل في الاسلام ناس من بلاد اعجميه كتير، من مم. بلاد لا يتحدثون اللغه العربيه، فابتدى الخطا ينتشر. مم. لتقويم هذا الخطا حطوا لهم شوية حطوا نقط. النقط دي عشان تسهل الموضوع. اللغات الأجنبية خدت قدر أعلى بكتير من اللغة العربية. يعني بقت هي الأهم، هي الهدف الوصول لإتقان اللغة الأجنبية بشكل واضح. واللغة العربية خدت جنب كده شوية. في حاجات كتير ادت للموضوع ده، ان هو اقتنعوا ان سوق العمل لازم اللغه الاجنبيه هي هي مم. المفضله وهي الاحسن. مم. نظره الناس بقت نظره دونيه للغه الام بتاعتهم، بحيث ان الناس بتتفخر ان اولادهم بيكلموا اللغه. بيتكلموا إنجليزي لدرجه ان ساعات بتشوفها مجتمع عربي كامل وكله بيتكلم بالانجليزي، حتى تلاقي الام بتوجه ابنها بالانجليزي. طب ايه؟ خلاص الولد ما بقاش بيفهم اللغه العربيه بقدر فهمه للغه الاجنبيه. يعني التعليم حريص على انه يحط اللغه الاجنبيه في مرتبه اعلى من العربي، علشان كمان بعد كده لما تخرج للشغل فالشغل كله. طب يعني انا برضو ساعات بيبقى عندي تساؤل، ياما الواحد اشتغل في اماكن ما بتحتكش باجانب، ومع ذلك تلاقي الايميلات او البريد الالكتروني بقى، عشان نبقى بنتكلم باللغه العربيه، كله مكتوب باللغه الانجليزيه، مع انه احنا مش في حاجه لده. احنا بنتكلم ما بيننا وبين بعض. يعني انا ممكن اتفهم ده لو احنا بنخاطب عملاء من بره، حتى بين الدول العربيه وبعضها تلاقي كل المخاطبات العربي بدا يروح، يعني مبقاش موجود. من كتر حتى ما الناس اتعودت على الموضوع ده، بقى الناس اسهل لهم. مم. وصل للمرحله ان انت تكتب اي بريد هتبعته اسهل لك انك تكتبه باللغه الانجليزيه. يقول لك مم. اصل لا اللغه العربي العربيه صعب، ممكن صعبه. ما تلاقيش المفردات. المفردات اللي انت مم. محتاجها في اللغه العربيه، في حين انه الحقيقه العكس خالص. ده اللغه العربيه ثريه جدا يعني. والمفروض انت لغتك الام تبقى عندك مفردات اكتر من اللغه الاجنبيه. بالظبط. لدرجه مره قعدت مع احد الاقارب، سالته سؤال بسيط: جيب لي مرادف لكلمه كونسبت. مش عارف يجيب كلمه مرادفه ليها، لأن ممكن يبقى ليها كذا مرادف ليها، بس من كتر ما مم. احنا استخدمنا الكلمات مم. الاجنبيه خلاص اتعودنا عليها لدرجه مش عارفين المرادف بتاعها. بما اننا حضرنا دخول اجهزه الكمبيوتر والتليفونات والحاجات دي، فكنا بنعاني شويه في ان احنا نكتب بالعربي، لانه اصلا الكيبورد، لوحه المفاتيح، ما كانش فيها حروف عربي اصلا. فبدانا نخترع طريقه للكتابه ان احنا بنكتب بالحروف الانجليزي الكلام العربي. مم. انا مش بحاول الاقي عذر يعني، بس احنا كان عندنا عذر، ما فيش اصلا حروف عربي في لوحه المفاتيح. دلوقتي ده موجود ومتاح للكل يعني، بس انا بشوف ان احنا لسه بنتكلم
بحروف انجليزي مكان العربي. في بعض الناس ان هم اتعودوا على الموضوع ده، اتعود ان هو خلاص انا الجمله دي بكتبها بحروف لاتينيه وتعود عليها. امم. وحتى الواحد لما حس ان الموضوع ده ايه ده عشان احنا بقى جيل في التسعينات وبعد كده الالفينات، فمنطقي الموضوع ده. امم. بعد كده لما الواحد قرا في الموضوع ده لقى ان الدعوه لاستخدام اللاتيني، انك تكتب بحروف انجليزي تكتب العربي، مكان العربي. اتاريها معموله من زمان قوي، من 1800 وشويه. وبعد كده حتى في اللي هو عبد العزيز باشا فهمي ده كان دعا لاستخدام اللاتيني بدل العربي سنه 1943. يعني الدعوه للموضوع ده كبيره قديمة قوي. جدا، اه طب وليه؟ مم. هل الحروف الفصحى مم. يعني زي ما بيقولوا اثرت معانا في حاجه؟ يعني احنا في الاول قلنا عشان ما كانش عندنا في لوحه المفاتيح اللغه العربيه، بقت موجوده. الرجوع بقى لا، استسهلنا وبنورثها جيل بعد جيل. يعني اللي انا فهمته منك كده ان الموضوع تاريخي، مش هو مش معتمد بس على فكره التكنولوجيا يعني. هو لو احنا بصينا عليها في ناس هتقول لك هي في هو ليه؟ مؤامره. ليه كان عايز في يعمل مؤامره، كده من ما هو كان وقتها في احتلال انجليزي مم. 1943، فهم عاوزين يفرضوا عليهم لغتك. مم. انت الحمد يعني انت لو خدت بالك وبصيت على شمال افريقيا هتلاقي مم. في بلاد عندهم مشكله في حكايه اللغه. مم. تلاقي المغرب، تونس، اللغه بتاعتهم تلاقي فرنسيه طاغيه. مم. ليه؟ عشان فرنسا لما احتلتهم كانت عايزه كان تلغي عندها. اللغه العربيه. هو ده المفروض يخلينا ناخد بالنا انه بما انه ده سلوك المستعمر، بيبقى مقصود، بيبقى من ضمن اهداف الاستعمار يعني، ان هو بيحاول يفرض لغته. يبقى معنى كده انه عارف اهميه اللغه، يعني ان اللغه دي شيء مهم، هو ده تراثك وثقافتك وهويتك اللي هي المفروض عنوانك، يعني هو ده انت. ف- فاحنا لازم نصحى ونفوق ان احنا عندنا يعني كنز اسمه اللغه العربيه، محتاجين نحافظ عليه، لان هو ده عنواننا، هو ده يعني قيمتنا الحقيقيه. طب انا بقى كنت فاهم انه اسباب استبدال الحروف والحاجات دي مش تاريخي بالشكل ده من ايام. انا كنت فاكره هو كله مرتبط بالتكنولوجيا، حكايه الحروف اللي احنا مش عارفين نكتب عربي والحاجات دي كلها. بس هو برضو اكيد التكنولوجيا ليها دور تاني، يعني اكيد التكنولوجيا بتساهم في اندثار اللغه العربيه. هو التكنولوجيا ممكن نستخدمها زي سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمه انه يقوي اللغه بتاعتك وممكن تستخدمه ان يضعفها. مم. المشكله الكبيره دايما في ناس مش واخده بالها الترجمه. انا عرفت ان لازم عشان تبقى مترجم كويس مش ان انا بتكلم اللغه الاجنبيه بطلاقه. مم. لا، لازم لغتي الاساسيه عندي مضافات كتير، عندي قوه في لغتي مع اللغه التانية، مم. فهقدر لما اجي اترجم ترجمه صحيحه قويه. لكن اللي حصل ايه؟ المترجمين ما كانوش على القدر الكافي من التعليم، فحصل ايه؟ الترجمه والتطبيقات بقت مزعجه، مش مزعجه ومضحكه كمان احيانا، يعني ومضحكه. بتلاقي ترجمه حرفيه اللي احنا بنتريق عليها نقول ترجمه جوجل وكده، م. بتحصل فعلا في لما تلاقي نسخ عربيه من برامج بنشتغل بيها او تطبيقات او كده، بتلاقي الترجمه يعني فعلا مزعجه ومضحكه. احنا لو بصينا على تليفون اي حد فينا، لغه الضبط كلها هتلاقيها باللغه الاجنبيه. ليه؟ لما بنبص بنلاقيها اسهل. دي مشكله كبيره ان انا ابقى شايف ان اللغه الاجنبيه اسهل من لغتي اه. الاساسيه. اه. فعلا الطريقه بتاعت التعريب سيئه، ممكن تكون اتحسنت والناس من كتر ما هي اتعودت ما خلاص بتفكرش. مش راجعه تفكر مم. فيها يعني. انت دلوقتي ذكرت انه حكايه ان احنا بنستسهل نلاقي الحاجات مثلا في موضوع السيتنجز والحاجات دي اسهل، كلمات بالنسبه لنا اسهل، فهل التعليم ليه دور في ان هو يخلينا ما نبقاش عارفين المرادفات اللي باللغه العربيه؟ هو يعني ده التعليم ده الاساس في كل شيء. يعني احنا لو بصينا للتعليم هتلاقي المدرس مش واخد حتى اللغه العربيه، دايما تحس كده مش واخده وضعها، مم. محطوط. الحصص بتاعته ساعات بتبقى في التوقيتات مش كويسه، مم. عدد الحصص مش مناسب في السن الصغير. في مم. المدارس معظمها بالذات انتشار التعليم اللغات والتعليم الدولي، الاكثريه وعدد الحصص الاكثر للمدرس اللغه الانجليزيه. مم. مدرس الفصل دايما او اللي هو مسؤول عن الفصل بالذات السن الصغير بيبقى مدرس اللغه الانجليزيه، فبيبقى دي الوضع والرونق والهيبه زي ما بيقولوا للناس. الاولاد من صغرها شايفين مدرس اللغه الاجنبيه هم المحبوب، هو الاكثر مم. اهتماما في المدرسه، هو اكثر وضعا حتى في المرتبات. وفي جزء انه يعني اللي هي المدارس المصنفه دوليه دي او بتسمي نفسها دوليه، بتبقى كمان حريصه انه حتى الحوارات الجانبيه اللي خارج المناهج تكون باللغه الانجليزيه برضه. ده حتى كمان
ده لسه قريب قوي ان هم كانوا لغايه ثانويه عامه ما بيدرسوش باللغه العربيه خالص، ولا داخله معاهم، يعني مش في حسبانهم. امم فانت بتطلع جيل خلاص مع لغته ما مش موجوده. طب ده في المناهج اللي هي عامله يعني فيها اهمال للغه مم. العربيه. المناهج بقى اللي فيها عربي، احيانا برضو الاعتماد، احنا حتى ايامنا كنا بنقعد نحفظ القواعد النحويه دي علشان نمتحن فيها. فهي بتتحول في الاخر لماده زي اي ماده بنحفظها علشان نمتحن ونجيب الدرجه، لكن ما بنستخدمهاش بالفعل. فهل برضو طريقه الحفظ بدل الفهم دي، لان انا اعتقد اللغه العربيه دي محتاجه تتفهم مش تتحفظ. كل ما بتدرس اللغه العربيه كل سنه تكتشف ان انت اللي درسته السنه اللي فاتت ده ما بيترميش، ما ينفعش ترميه. ما هي ده انت تراكمي هو تراكمي بيجي في ثانويه عامه. شفت محاضرات الناس اللي هو دروس بتاعت ثانويه عامه، كل مدرس بيعمل ايه؟ بيقول لهم انا هعمل حصه او اتنين تاسيسيه، مم. بيأسس الاولاد عشان هم عارف ان مفيش لغه. طالعين. بيشرح لهم من اول علامات الاعراب والتشكيل وايه الفرق بين المعرب والمبني. مم. وهتلاقي لو حد فينا سمع المحاضره دي، محاضره من ساعتين ل4 ساعات، هيلاقي نفسه معلومات جديده، معلومات دي زي مم. جديده، دي مم. لغتنا. لغتنا مم. الاصل. استكمالا للتعليم، هو الدور برضو ما بيبقاش بس على على الطالب اللي هو بيحفظ بس. ما هو لو لقى طريقة جذابة وسلسة من المدرس تخليه يفهم اللغة، أكيد ده هيفرق. فأكيد المعلم ليه دور برضه، والمناهج اللي محطوطة للتعليم أكيد ليها دور برضه. الطفل في السن الصغير ده بيتشكل بسهوله. مم. لما كتير قوي ليه تلاقي ايه، انا عايز ابقى مهندس، هو حب المدرس بتاع الرياضيات. مم. مم. في واحد حب المدرس بتاع اللغه، بقى نفسه يخش في اي حاجه في مجال اللغه، بقى بيحب يتعلم لغات. قليل قوي ما تلاقي حد حب مدرس اللغه العربيه. لو عملوا مجموعات، مجموعه للزراعه، مجموعه للحرف اليدويه، مجموعه للغه الانجليزيه، مجموعه للغه العربيه، مش هتلاقي حد بيخشها محدش الا لو هو مضطر. مم. مع ان اللغه كان في السابق كان دايما في المدارس في حاجه اسمها الاذاعه المدرسيه. مم. الاذاعه المدرسيه دي فيها قران وحديث وشعر. ونشرة اه، نشرة أخبار نشره بتتقال اخبار باللغة باللغه العربية العربيه، الفصحى. وكان مسؤول عنها هو مدرسين. لسه في حاجة في إذاعة مدرسية دلوقتي في أي مدارس، حتى ما المدارس الحكومية العادية؟ عاوزين نتاكد من الموضوع ده، هل لسه موجوده الحاجات دي ولا لا؟ لسه في الإذاعة المدرسية دي كان ليها دور فعلا، مم. إنه بتخليك أنت مضطر تطلع تتكلم، حتى تقول الكلمة اللي هتقولها باللغة العربية مم. والناس تسمع اللغة العربية، فكانت ليها دور برضه. فرضا إن أنا خرجت من المدرسة متعلم أسس اللغة العربية بشكل صحيح ودقيق، وعارف كل القواعد النحوية، أنا بعد كده ما بستخدمهاش، فمفيش ممارسة ليها. فبالتالي أكيد ده برضه بيخليني مع الوقت أنساها، لأن اللغة ممارسة كما هو يعني معروف. فعلا الناس بتسافر بره بتتعلم اللغه بتاعت البلد بسهوله. امم يجي من بره يقول لك ده بيتكلم زيهم. هنا في البلاد العربيه خلاص ناس كل واحد بيكتفي باللغه العاميه بتاعته، فخلاص اكتفائك بيها هيخليك كمان تتكلم عاميه بلدك. هتيجي تكلم حد من بلد تاني مش هنفهم بعض. مع إن المفروض مشتركين في اه. لغة واحدة، بس م- تلاقينا مش فاهمين بعض. يعني البلاد الاوروبيه عملت وحده اوروبيه، امم مع ان اختلاف لغات واديان واختلاف، وكان بينهم حروب جامده قوي. احنا البلاد العربيه اسهل ان احنا يبقى بيننا وحده، عندنا في لغه مشتركه، دين مشترك، مفيش حروب ما بيننا. طب ده بيخلينا مش بنعرف نطبق اللغة العربية الفصحى في حياتنا اليومية بسبب اللهجة العامية بس. مفترض انه في وسيلة تخلينا نتدرب شوية، اللي هي القراءة، ان احنا بنقرا. طبعا ده بدأ برضو يختفي شوية، يعني خاصة ان اعتمادنا دلوقتي على القراءة كله بقى على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي اغلبها مكتوب باللهجة العامية. حتى بقى في يعني زمان كانت الأخبار باللغة العربية الفصحى وبس، إذا كانت نشرة الأخبار اللي طبعا برضو ما بقاش حد بيشوفها دلوقتي، أو إنك بتلجأ لإنك تجيب الجريدة وتقرأ الأخبار، فهتقرأ باللغة العربية الفصحى. فكل ده هينمي شوية، هيدخل لك شوية مفردات إضافية جديدة. أنا بلاحظ دلوقتي إن حتى في بعض المواقع بتكتب حاجات إخبارية برضو بالعامية. دي مشكله كبيره جدا. إن كان اي اهتمام ليك، انا لو مهتم بالرياضه هجيب صفحه الرياضه في الجورنال، مم. في الجريدة هقرا الأخبار الرياضية عشان مباراة متابعها أو أخبار فن أو أي،
هقرا باللغه العربيه الفصحى. دلوقتي حتى الناس ما بقتش تقرا اي مقاله هتلاقيها طويله مش هيقراها، مش هتقراها وهي اصلا. مكتوبه بالعاميه كمان، مم. فيدور على فيديو، يدور على خبر بس الرئيسي. مم. مم. فقله القرايه بقله المفردات كمان، انت مش مساله قله قرايه، الناس بتقرا بس بتقرا عامي غير مدقق، مكتوب مليان اخطاء املائيه، عينيك اتعودت على الاخطاء الاملائيه لدرجه هتبقى شايف ان الكلمه بتتكتب كده. الاخطاء الاملائيه، الاخطاء الاملائيه دي الواحد بيشوف العجب يعني. مهما كان الواحد معتبر نفسه مش يعني مش ضليع في اللغه العربيه، بس في اخطاء بتبقى كارثيه بقى، يعني اللي هي انا بدات الاحظ انه كل علامات الترقيم والتشكيل دي تقريبا اتحولت لحروف. يعني الضمه بقت واو على طول، الفتحه بقت الف، الضاد والدال دي بيحصل فيها كوارث، القاف والكاف بيحصل فيها كوارث. فايه احنا رايحين فين؟ فعلا دخلت القاف والكاف والثاء في حاجات، بقيت لو واحد بيكتب، حتى بيكتب رساله لحد، مش هيكتب له كثير، هيكتب له كتير. احنا بقيت لغتنا مش ركيكه بس، لا بقت غلط. يعني اللغه الركيكه ان انا بكتب فصحى بس كاتب البناء بتاعها غلط، ده ممكن يبقى ركيك. لكن ابقى كاتب الكلام غلط، كاتبه كلام عامي، بس يعني كتير دي مش لغه عربيه. مم. انا كاتبه، لكن ممكن ابقى كاتب لغه ركيكه، الواحد يقول لك لغته ضعيفه، اه لكن بقت ضعيفه. بقت ضعيفة اه. كمان اه. بالله. وبعدين انت هنا بتقول كثير، مم. انت لو قلت قدام حد كثير برضه ممكن تلاقيه يبص لك اه. كده اه. نظرة، يعني انت ايه اللي بتقوله ده م- كثير؟ م- بتطلع لسانك ليه اه. اه. هو فعلا يعني اخراج طرف اللسان في الكلام ده مهم جدا، عشان ده بيوضح الكلمه بتقول ايه. اه لكن هتاخد تريقه جامده قوي، لكن لو انت اتكلمت لغه انجليزيه وفي التي اتش ما طلعتش لسانك، ده تبقى اه عملت جرم. جرم، ويقول لك آه. ده تعليمه ضعيف. يعني يا ريت على الاقل نبقى متسقين مع مبادئنا. لو اه. احنا مركزين قوي في ان التي اتش لازم نطلع فيها لساننا، يبقى في الثاء اولى في الثاء والذال اه. والظاء مم. يطلع فيها لساننا برضه يعني. طيب يعني هو الملخص بتاع اللي احنا دردشنا فيه بسرعه ده، انه في مشكله في اللغه العربيه، بس هل هي مشكله يعني تستحق ان احنا نعتبرها حاجه من الحاجات اللي مش عاجبانا؟ يعني ايه اهميه اللغه ان احنا نحافظ عليها؟ يعني محتاجين نحافظ عليها ليه؟ ما هو دلوقتي انا لو ما عنديش لغه بتوثق كل اللي انا بقوله، مم. هيبقى عندي مشكله، مش هيبقى عندي تاريخ. طب ما مم. خلاص، ما نبتدي نكتب بالعامي، مم. خلاص نثبت كلنا ونكتب بالعامي. طب مين اللي هيكتب بالعامي؟ هكتب بأني عاميه. مم. يبقى انا هختار وادور على عاميه تناسب، هل هناسب بلدنا بس مصر، مم. ولا لا لازم اناسب سوريا والبلاد العربيه اللي جنبي؟ لا، فانا، كل واحد بقى يعمل لغته بقى طب ما يعني. خلاص يبقى الصعيد هيعمل لغته كمان. هتقعد بقى كل اه. اقليم بقى اه. هيختار خلاص اللهجه مش بتاعته. هنعرف نكلم بعض لو انا مم. كتبت باللغه العاميه المصريه. ممكن انت قلت لي امثله كانت غريبه عني، ان في بعض البلاد في مصر بتقول كلمات انا ما فهمتهاش. ده حقيقي، ده اه. حقيقي. في كل لهجة ليها مفردات مش متعارف عليها. في زي العصفور، انت كنت قلت لي العصفور ايه؟ العصفورة، دي كانت قصة لطيفة كده. كان لها صديق من الناس الجميلة بتوع الفيوم، فكان لقيته بيقول الجنزورة، فأنا مش عارف إيه الجنزورة دي، فطلعت الجنزورة دي هي العصفور. فهي فعلا كأنها لغة تانية. فاللي أنت عايز تقوله إن إحنا كده ممكن نخترع لغة جديدة يعني. طب ما إحنا عندنا اللغة موجودة. اي، ما هو لو احنا هنخترع لغه جديده، خلاص تم الاتفاق يا جماعه ان الفصحى صعب، هنخترع عاميه وهنثبت عاميه، هنختار عاميه من العاميات دي كلها الانسب لينا كلنا، ونشيل مم. الجنزوره ونشيل اي حاجه تانية. بعد ما وصلنا للعاميه دي، هي هنكتب بيها كتب من دلوقتي. طب مم. تراثنا القديم ده كله وتاريخنا القديم ده، لو جينا بقى حد يفتحه بعد ما اتعود على اللغه العاميه مش عارف يقراه. مش عارف يقرا أصلا. فانت لغيت تراث بادب بتاريخ بثقافه كلها، هتلغيها. ومع الالغاء ده، طب ما انت عندك في حاجه مهمه جدا مم. هتلغيها، مش هتعرف تلغيها، مم. الدين بتاعك. بالظبط. فانت لغه القران والاحاديث مش هتلغيها طبعا، هتقول لك لا حرام الغيها، بس هكتب بالعاميه. طب لما تيجي تقراها ما حدش هيفهمها. اذا كنت انت بقيت مش عارف تقرا اللغه العربيه العاديه، لان انت لو رجعت تقرا الشعر اقدم شويه مش هتفهم حاجه. الشعراء مثلا زي حافظ ابراهيم واحمد شوقي، هتقرا هتلاقي كلامهم صعب عليك، صعب، وبعد كده ترجع بعد شويه مم. مش هتعرف تقرا، ولا لغه القران هتفهمها. فانت لو ما فهمتش لغه القران كمان، مش هي القران ده ده ربنا كده بقى فقدت اللغة وفقدت اه. الدين وفقدت كل حاجة. يعني هو تراث وهوية احنا محتاجين نحافظ عليها، لأن هو ده انقرارها تاني، ده عشنا يعني. لو فقدنا التراث بتاعنا ده واهتمينا بلغات أخرى، أولا عمرنا ما هنوصل
في مهما أجبنا في فهم لغات أخرى إن إحنا نعرف نوصل للمعاني العميقة اللي في اللغة العربية. اللغة العربية ثرية جدا 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 ومليانة معاني لو اتشقلبت مش هتعرف تجيبها في اللغات الأخرى. هنرجع للمشكلة، إحنا مش بنمارس اللغة العربية، فأكيد محتاجين ندخلها بشكل ما في حياتنا. يعني اللغة العربية الفصحى مش اللهجة العامية، يعني ندخلها ازاي؟ يعني هل نبتدي نتحدث سويا باللغة العربية الفصحى طول الوقت طوال الوقت؟ هو موضوع صعب يعني، وهنغلط كتير يعني. هو صعوبة الشيء، كل شيء في أوله ممكن يبقى صعب، بس المشوار دايما كلمة مشهورة قوي، مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة. فلازم نبدأ بالخطوة دي. ممكن الخطوة تبتدي إن أنت وسط أسرتك الصغيرة تتحدث باللغة العربية، يوم للغة العربية. ستجد الكثير من الضحك والفكاهة ايوه بسبب عدم تعودنا على هذا الموضوع. ضحك على حالنا. كويس انك قلتش هذه الموضوع بس دلوقتي. دي فكره ان احنا نخصص وقت فعلا نعيد يعني احياء اللغه العربيه بان احنا نتعامل بيها. حتى في الوقت إحنا اغلبنا بنكلم بعض في اللي هي الرسائل النصيه والحاجات دي، ما نجرب برضو نعمل لها نخصص لها وقت كده نتكلم باللغه العربيه الفصحى شويه. اكيد ده هيبقى مفيد يعني، حتى هيخلينا نعرف ان في حاجات نقصانه، في اخطاء نصلحها. انا اذكر حتى كمان لو رجعنا زمان هنلاقي كان في العاب يعني زي كمبيوتر صخر ده. ده كان طفره اتعمل وقتها، طفره لغه عربيه، وعمل طفره لدرجه كان في العاب مرادفات كلمه السر، كانت بتلعب مسابقه 2 قصاد بعض ويطلع لك كلمه ويقول لك مرادفاتها. الالعاب دي لازم نبتدي نعود اولادنا ان هم الالعاب دي اولا هتديهم حصيله كلمات احدث، هيتعودهم على الكتابه الصح. ان الاولاد دلوقتي الاخطاء الاملائيه حدث ولا حرج. حكايه الالعاب دي جابت في بالي، فكرتني بحاجه كانت برضو بتساعد شويه على الكلمات، بس دلوقتي استعجبت انه اسم اللعبه نفسه ما كانش بالعربي. اتوبيس كومبلي. نعم فعلا. اتوبيس كومبلي كانت لعبه معتمده على ان احنا نختار حرف ونكتب بيه اسم ولد وبنت وجماد وحيوان. فملحوظه لسه ظاهره في بالي دلوقتي حالا وتدعو للتعلم يعني. بما اننا كل مره بنبقى عايزين اللي احنا فقدناه او بنحاول نصلحه بعد ما كبرنا في صعب شويه، فبرضه بنحاول نقول انه الحاجات دي ممكن نغرزها في النشء الجديد من بدري. ولادنا دلوقتي ما بيقروا انجليش اكتر، ما بيقروش باللغه العربيه كتير، محتاجين نخليهم يقروا باللغه العربيه يعني. ده ابونا بقى يعني، احنا وصلنا لمرحله ان احنا حاسين ان في ضعف شويه مع اننا مارسنا شويه لغه عربيه في حياتنا. الاجيال الجديده ممكن كده تروح خالص. هو فعلا يعني توفير الشكل المناسب في القراءه من سن صغير. تلاقي دايما كتب باللغه الانجليزيه للاطفال ممتعه، الطباعه بجوده عاليه، مبهره اكتر. بتجذبهم اكتر لان هم يقروها اكتر من الكتب العربيه. دي ملحوظه حقيقيه وفعلا دايما المطبوعات اللي باللغه العربيه تلاقيها التصميم بتاعها اقل شويه. نكون صراحه رديئه يعني، نكون صراحه هو ده حقيقي. وبتبقى رديئه مش بس في التصميمات يعني، تلاقيها من اول الصناعه لنهايتها يعني، المحتوى بالتصميم بالطباعه نوعيات الورق. انا افتكر احنا زمان ايام المدرسه كنا نحب نستلم الكتب اللي جايه لنا من بره خالص، عشان بتبقى مبهره كده وورقها جميل، في حين الكتب الدراسيه بتاعت اللغه العربيه والحاجات دي تلاقيها بقى الغلاف شكله مش عارف عامل ازاي يعني. ده ليه دور برضه، دور مهم لجذب الطفل ان هو يشوف حاجه شكلها حلو ومبهره تخليه يقراها. كان زمان انا ما اذكر ذكرت دلوقتي كان في سلاسل معموله للاطفال زي سلسله المكتبه الخضراء. دي كانت مجموعه من القصص مكتوبه باللغه العربيه مصوره، كانت ممتعه للسن، بس دي كانت في حقبه الثمانينات. وفي فتره كانت روايات مصريه للجيب، اللي كان بيقرا الرجل المستحيل واللي كان بيقرا المكتب رقم 19 وملف المستقبل، عودت جيل كامل على القراءه. واكتشفتها مع الجيل الجديد. الجيل الجديد مش عارف يقرا الكتب اللي مكتوبه بالطبع الخط بتاع الطبعات زمان.
يعني لو فكرنا مثلا في نوع الفونت يعني اللي هو المكتوب. يعني مثلا كلمة المجد كانت بتتكتب طبعا ألف لام، والميم مستخبية تحت اللام. الأولاد والجيم هتلاقي تحتيها برضو، يعني مكتوبة بطريقة الأولاد مش متعودين على كده. بس يعني العزاء لينا ان دلوقتي الحاسب الآلي وكل الحاجات اللي بتشتغل على اللغة والكلمات، زي مثلا برامج الوورد والحاجات دي كلها بتطلع العديد من الرسومات والشكل، فممكن تجيب لهم الخط المناسب ليهم ما يتعودوا عليه. لو انها مشكلة برضو انها مش هيعرف يقرا تراث، فلازم بس موضوع ان التراث يتحول للغة فصحى الفصحى بس بخط تاني موضوع سهل. ايوه بس لكن هي اصل هو جزء من تراثنا برضو الانواع الخطوط دي. احنا عندنا كميه انواع خطوط ده ليها دراسات اصلا، فن نوع من انواع الفنون يعني. يبقى يعني المهم برضو ان احنا محتاجين نخلي ولادنا يبتدوا يقروا عربي شويه. والتكنولوجيا برضو ان احنا اللي اتكلمنا عليه في الاول اللي هو سوق التعريب، نبتدي بقى نحسن التعريب بحيث لما تمسك اي تطبيق او اي برنامج او اعدادات المحمول اللي معاك تلاقيها اسهل باللغه العربيه. طب خلاص بقى، ما دام احنا قاعدين فرحانين بالفصحى قوي ومن اشد المعجبين بيها، خلاص ناقص بقى تقول لي ندرس الطب والهندسه باللغه العربيه الفصحى. طب وايه اللي يمنع يعني؟ ما ده احنا المفروض نبقى عايزين ده يحصل يعني ان احنا نتعلم كل العلوم باللغه العربيه. اولا العلوم اغلبها اصولها اصلا كان عربي، ومش مساله ان احنا يعني بنتفاخر قوي. احنا لينا الحق ان احنا نفخر لانه في علماء كتير مؤثرين في البشريه لحد النهارده اصلهم عربي، في علوم، في الطب والهندسه والفلك وفي كل الامور. فليه لا؟ ليه ما تبقاش مناهج الطب والهندسه كلها باللغه العربيه الفصحى؟ ده غير انه يعني هو اللغه الانجليزيه محتكره العلم. بالعكس، يعني عندك المانيا وفرنسا مثلا على سبيل المثال، المناهج كلها هناك بلغتهم، باللغه الالمانيه او الفرنسيه. ما فيش اي استثناءات خالص انه يبقى في مناهج بلغات اخرى يعني. فليه لا؟ ده فعلا انت كده خليتني اخد بالي. انا كنت ببص للغه الفصحى فقط. طب ما فعلا ما انا هم بيدرسوا في اليابان بالياباني، كل بلد بتدرس العلوم بتدرسها باللغه بتاعتها، واسمع ان اليابان عشان تعوض ما واحد يقول لك لا اصل الابحاث كلها بتنزل باللغه الانجليزيه. لا، اليابان عملت ايه؟ الابحاث بتنزل في نفس الوقت او في اسرع وقت بتتحول للغه الياباني. الباحث او الطالب اللي هو بيدرس الطب هيلاقي البحث على طول موجود في نفس الوقت. وفي مثال تاني، سوريا دراسة الطب عندها باللغة العربية، وعلى فكرة معروف ومشهور جدا، والأطباء يعني عارفين إنه الطبيب السوري من الأطباء اللي ليهم سمعة جيدة جدا، دراستهم كلها باللغة العربية. يبقى ما فيش مشكلة كده لا ما فيش مشكلة خالص، ما فيش أي مشكلة يعني. هي بس محتاجة يبقى في إرادة إن احنا نعمل ده. لو قدرنا نعمله هنقدر نحول أي حاجة في الدنيا بلغتنا يعني. هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل ايه في القصه دي؟ على ما اعتقد يعني احد الخطوات المهمه جدا انك تقرا كتير باللغه العربيه. نقرا اي كتاب مكتوب بلغه عربيه فصحى سليم. مش هقول لك اقرا شعر جاهلي ولا شعراء بتكتب باللغه الفصحى القويه، لكن دي هتبقى الخطوه البدايه. يعني ما فيش مشكله لو توصل لغايه اصعب ناس في اللغه. ان كمان من المواقف اللي كانت بتحصل زمان ان قوه اللغه عند الناس كان مره واحد كان لسه محفظ القران ولقى الامام يخطئ، صلح له عشان قوته في اللغه العربيه. فاهم ان هي الجمله مش هتيجي غير كده، ما ينفعش وقتها لن يستقيم المعنى. تهيألي محتاجين برضو يبقى في تنوع في الفنون اللي بتتقدم باللغه العربيه. يعني اعتقد احنا زمان كان دايما في مسلسلات حتى في التلفزيون، احنا يعني موضوع ترفيهي اهو، نتفرج على مسلسل جميل، بس كان في مسلسلات باللغه العربيه الفصحى. اي نعم كانت موسميه بتيجي في شهر رمضان وكده، بس على الاقل كانت موجوده. دلوقتي ده برضو بدأ يختفي خالص. يا ريت صناع الاعمال الفنيه دي يبتدوا يجربوا يعملوا. وكان زمان في المدارس دايما كان بيبقى في مسابقات شعريه ومسابقات ادبيه وقصه قصيره وروايات. دي كلها بتخلي الاولاد
هيبقى عندهم حافز ان هو انا هكتب روايه وتنشر. كان زمان حتى في مجله المدرسه دي، هل موجوده ولا لا ما اعتقدش. كانت مجله المدرسه ومجله الفصل، فبتكتب بيت شعر بتجيب معلومه، فاللغه العربيه كانت على طول معانا وموجوده قدامنا. يعني احنا كده المختصر يعني محتاجين شوية قراءة باللغة العربية، ومناهج التعليم محتاجين برضو نبص عليها تاني كده عشان نعرف نطلع أجيال فاهمة لغتها. المبدعين والمثقفين لازم برضو يبتدوا يستخدموا اللغة العربية شوية في الأعمال الفنية اللي بتتقدم. والتكنولوجيا بقى، التكنولوجيا محتاجين نطورها علشان ما تبقاش كلها بلغات أجنبية. وزي ما احنا عملنا مع النشء من صغره، تعبنا عشان نعلمه اللغه الاجنبيه، مم. نتعب عشان نعلمه الفصحى صح. تخيل هنتعب مم. عشان يتعلموا لغتهم لو كنت ابتديت من الاول وعلمته اللغه الفصحى وركزت عليها، كان هيبقى قوي في اللغه الفصحى، وتعليم اللغات التانية مش هيبقى صعب. لكن لازم الاساس بتاعه كان يبقى اللغه الفصحى بتاعته، اللغة الفصحى. لان دي اللغه اللي انت بتفكر بيها. اللي ده في ناس دلوقتي تقول لك لا انا دلوقتي خلاص بقيت بفكر. لا، لو انت وصلت انت بتفكر بلغه اجنبيه غير لغتك الام، يبقى انت خلاص ما بقتش منتمي للوطن والبلد اللي انت فيه. انت خلاص، انت دلوقتي حتى بيبقى الناس بتتحول ان هو ايه، ما عندوش انتماء للبلد دي، ان هو شايف الاحسن هو اللغه الثانيه، هو البلد الثانيه، البلاد المتقدمه. لا، لو احنا اهتمينا بالفصحى، دايما حتى بيقول لك الاغراء في المحليه يوصلك للعالميه. ودي عبارة مم. من العبارات المغفورة اللي يا مم. ريت نستخدمها يعني. مم. عموما يعني أنا رأيي نبتدي بنفسينا. أنا من هنا ورايح مش هبعت لك حاجة على، إذا كان على واتساب أو أي حاجة، غير باللغة العربية الفصحى. هتفهمني أصلا ولا إيه؟ ربنا يسهل وان شاء الله. بس المهم ما يكونش فيه أخطاء ايوه. إبدائية.